بسم الله الرحمن الرحيم. حل التناسب. في هذا الدرس سنتعرف على نقطتين، وقبل التعرف على النقطتين أولا نفهم معنى التناسب. التناسب هو حالة تتساوى فيها نسبتان أو معدلان على الأقل، يعني يعطيك كسور. هل هذين الكسرين متساويان أم لا؟ احنا نعرف نبحث عن تساويهما إذا جينا وبسطنا أو عرفنا أن هذه عبارة عن 1/2 هي مضروبة في 3 مضروبة في 3 طلع لي 3/6، فإذا متساويان. أو 8/10 هي عبارة عن 4/5 مضروبة في 2 مضروبة في 2 طلعت بهذا الشكل، مثل التكافؤ في الدرس السابق. هذا بالنسبة للأعداد. وبالجبر راح يكون فيه وجود رموز، يعني ممكن يكون بعضهم أرقام بعضهم رموز، فهذه يسموها جبر. نجي للمثال الأول والنقطة الأولى: تحديد العلاقة المتناسبة أم لا. هنا هل العلاقات الموجودة هنا متناسبة ولا لا؟ يقول لي تم اختيار 60 طالبا من 100 مرشح في الصف الأول، وتم اختيار 84 طالبا من 140 مرشحا في الصف الثاني، فهل العلاقتين هذان متناسبتان أم لا؟ نجي نبحث عن التناسب بطريقتين: يا أما بهذه الطريقة إن نبسط، نقدر نشيل الصفر مع الصفر، يعني أشيل ده الصفر مع هذا الصفر صارت 6/10. 6/10 تقبل على 2 تقبل على 2 فيها 3 فيها 5، تبسطت بالكامل. نجي نشوف 84 على 140 مع التبسيطات أيضا، لو بسطناها على 2 بيطلع لي 42 على 2 بيكون عندي 70. ممكن واحد يختصر يقول واضحة، على 7/7 تقبل، أو يبدأ يكمل على 2 فيها 21 على 2 فيها 35 على 3 تقبل، بينما هنا ما تقبل. على 7 تقبل وهذه تقبل، فبيكون قسمة 7 3، قسمة 7 بيكون اللي تحت 5، فبكده صار 3/5 وهنا 3/5، فإذا هذه العلاقتين متساويتين، فإذا نقول عنهم نعم متناسبتان. هنا نقول عنهم متناسبتان. متناسبتان. وهنالك أيضا طريقة أخرى، ممكن ما نستخدم هذه الطريقة ونجي نستخدم طريقة أخرى. ناخذ 60 على 100، هل هذه تساوي، ما ندري هل تساوي 84 على 140 لو لا. نجي نسوي الضرب التبادلي ونكتشف إنهما متساويان ولا لا. إذا هذا ضربناه في اليمين والمئة ضربناها في اليسار وطلع الناتج في اليمين نفس اللي في اليسار، نقول عنهما متساويان. لو ضربنا 100 في 48 أو عفوا 84، فقط بنضيف الصفرين بيصير عندي 840، عفوا 8400. فهل هذا يتحقق إنه يساوي 14 في 140 في 60؟ نزل الصفرين واضرب 6 في 14 بيطلع 48. فبكده بيكون الناتج مع عملية الضرب نفس الشيء متساوي، عفوا 84. فكده بيكون الناتج نفس الشيء، فإذا نقول عنهما نعم متناسبتان. فهذه طريقة والطريقة الأولى، والأفضل دائما طريقة التبسيط. نجي للمثال أو الفقرة باء. ثمن 16 مترا من القماش يساوي 120، يعني آخذ 16 مع 120 ونبسطها على 2 على 2 بيكون عندي 80 على 60 على 2 على 2 بيكون عندي 4 على 30، أيضا على 2 على 2 بيكون عندي 2 على 15. وناخذ الثانية 24 من 90 على 2 على 2 بيكون عندي 12 على 45. على 2 ما تقبل لي تحت، فنروح للثلاثة. على 3 على 3 فيها 4 فيها 15،
من الواضح هنا 4 على 15 وهنا 2 على 15 الغير متساويان، فإذا هنا غير متناسبان. وهذا بالنسبة للنقطة الأولى. أو نقدر نسوي أيضا نفس الشيء الضرب التبادلي ونشوف بعد إجراء عملية الضرب التبادلي لا راح يكون اللي في اليمين لا يساوي اللي في اليسار، فإذا نقول غير متناسبة. نجي للنقطة الثانية وهي حل التناسب. حل التناسب يعطيك علاقة أو علاقتين متناسبتين ويقول لك أوجد المجهول، أوجد الكاف، أوجد الهاء، أوجد السين. فأنا حتى نوجدهم راح نضرب ضرب تبادلي. أنسب طريقة ممكن تحلي جميع المسائل هي الضرب التبادلي. ممكن واحد يقول أنا أعرف 2 كيف تصير 16، فأيضا بقدر أجيب الثلاثة. فطريقة الضرب التبادلي راح تناسب مع جميع المسائل. فهنا 2 ضرب كاف بيكون عندي 2 كاف يساوي 16 ضرب 3، حتى لا أستعجل إني أضربها في 3 مباشرة. وبعدها نفس المعادلات اللي أخذناها في الفصل اللي طاف، نقسم الطرفين على 2 ونقسم هنا على 2. هنا بيكون عندي الكاف لحالها تساوي، أقدر قبل الضرب أختصر، بيكون هنا 8 ضرب 3 فالناتج 24. وزي ما قلنا في البداية نقدر نحلها ذهنيا. أنا أعرف الاثنين لما أضربها في 8 بيعطيني 16، يعني الثلاثة بضربها في 8 بيعطيني 24 للكاف. بس مو كل المسائل تنفع فيها هذه الطريقة. نجي للمثال الثاني نفس الطريقة، بضرب ضرب تبادلي، فبيكون عندي 2 هاء يساوي 30. ممكن أضرب مباشرة بعدين أقسم الطرفين أو وش العدد اللي أضربه في 2 يعطيني 30. نعرف أن الهاء تساوي 15، أو نقسم الطرفين على 2، نص 30 هو 15. أما بالنسبة للمثال الثالث دائما احنا نستكره وجود الفاصلة، فحتى أتخلص من الفاصلة أقدر أضرب فوق في 10 وتحت في 10. فكده أنا سويت المسألة إلى مسألة جديدة بتكون 25 على 40 تساوي 10 على س. وأجي أحل التناسب بالطرائق نفسها اللي أخذناها. أضرب الأربعة أو 40 في 10 بيكون عندي 400 تساوي السين في 25 معناها 25 سين، واقسم الطرفين على المجهول اللي موجود مع السين، فبقسم هنا على 25 وبقسم هنا على 25. ونعرف ان كل 100 فيها 25، فإذا 400 معناها السين تساوي 16. أو أجري عملية القسمة المطولة أو بأي طريقة تناسبك، أو بالتبسيطات قسمة 5 قسمة 5 بنوصل إلى هذا الناتج. فهنا س تساوي 16. ناخذ مثال أخير. يستطيع مازن الركض مسافة 120 كيلو مترا في 24 ثانية. لو ركض 300 متر فكم ثانية راح يحتاج؟ يعني بيتضاعف العدد وبيصير أكثر. فأنا ممكن أجي وأجري عملية الضرب التبادلي. ودائما قبل لا تسوي عملية الضرب التبادلي تقدر تسوي تبسيطات تسهل عليك المسألة. تقدر تسوي تبسيط بسط مع بسط بهذا الشكل، بما أنه هنا تناسب، أو البسط والمقام في الجهة هذه، يعني بسط ومقام في جهة تحت في الطرف الثاني ما ينفع. في نفس الاتجاه أوكي، في البسط مع البسط ممكن. فأنا راح أخذ تبسيط هنا مع هذه 120 تتبسط مع 24 على 12 فيها 10 على 12 فيها 2. أقدر أشيل أيضا الصفر هذه مع الصفر هذه، فصار 1 على 2 يساوي 30 على فهذه تبسيطات تسهل علي عملية الحساب. واجي بعدها أضرب تبادلي، بيكون عندي الثواني تساوي 2 ضرب الثاء ضرب 1 ثاء، والاثنين ضرب 30 يساوي 60. فبكده الثواني اللي نحتاجها هي 60 ثانية.
وهذا بالنسبة لدرس حل التناسب.